بعد استخدام سنة من الفئة العادية أنا قررت أرجع لفئة البرو، وشهر ورا شهر كنت بكتشف إن ده أسوأ قرار خدته في حياتي. ولو أنت عندك مشكلة في إنك مش عارف تحدد عايز تشتري الفئة العادية ولا البرو، فالفيديو ده جاي لك من المستقبل، وهقول لك إزاي قدرت أحل كل المشاكل اللي واجهتني بخطوة واحدة بس. أهلا بيكم، معاكم ميجو. حجم الشاشه كان سبب كافي هو والبطاريه اللي هتكلم عنها بعد شويه ان هم يخلوني اندم. انا كنت شخص بستخدم الموبايلات الصغيره زمان، ما كانش عندي مشكله، وكنت مخدوع ان انا عادي اتقبل حجم الشاشه الصغير ده، ولكن كان في سبب كبير قوي ما كنتش عامل حسابه. انا اللي كان مخليني مقتنع ان مش هيحصل ازمه هو اني كنت بستخدم شاشه 3 و4 انش اصلا في الايفون 6، وكان الموضوع عادي ما عنديش مشكله. يعني لما زرار الهوم يتشال والجزء الامامي كله يبقى شاشه ويكون حجمها 6.1 انش هيضايقني مثلا؟ بس مع الوقت اكتشفت ان على قد ما حجم الشاشه كبر على قد ما كف ايدي كبر. انا عارف انه سبب غريب ومش منطقي، بس والله هي دي الحقيقه. انا لما كنت بستخدم ايفون 6 كان عندي 17 سنه وطولي ما يتعداش ال 160 سم، انما انا حاليا 26 سنه وما شاء الله طولي يعدي ال 190، فاللي هو ما كانش فيه بالانس بين زياده حجم الشاشه وكف ايدي، وده اللي اثر على تجربه الاستخدام بشكل مباشر. يعني صوابع ايدي بتوصل لكل مكان في الشاشه، لكن الكتابه مثلا على الكيبورد كانت كل كتابتي غلط، وده بسبب ان صوابعي كبيره والكيبورد حجمه صغير، فكنت ما بخلصش جمله الا لما اكون في كلمه فيها غلط، وده مترتب عليه اي حاجه حجمها صغير في الشاشه بلاقي صعوبه ان انا اعرف احددها. البطاريه في الفئه العاديه بتكون حوالي 3500 ملي امبير، رقمها ضعيف بس قلت ادي فرصه، ده موبايل هيكون جديد وبطاريته اكيد جديده فاكيد هتقعد معايا. بس تقريبا كنت اهبل ومعرفش المصيبه اللي مستنياني. اداء البطاريه في الاول كان حلو جدا، 12 ساعه من غير ما احط الموبايل في الشحن. كمان اداء الموبايل في الاول كان حلو، واللي بالمناسبه البطاريه هتاثر على تجربه الاستخدام وهقول لك ليه. كنت بلعب عليه واعمل الحاجات الخفيفه، كل حاجه كانت بتبقى تمام، لكن بعد 3 شهور استخدام الاداء بتاع البطاريه بقى في النازل. لا في النازل ايه يا جدعان؟ ده الموبايل لسه بلزقته، استنوا بالله عليكم. الباتري هيلث بتاع الموبايل عمال ينزل، واداء البطاريه بينزل، واداء الموبايل بينزل، وانا مش عارف الحق كل ده. وكل ده في ايه؟ في كام شهر بس شاري الموبايل، ووصلت باداء البطاريه ان انا بعد سنه من الاستخدام البطاريه ما بتقعدش معايا 7 ساعات، وده طبعا بالنسبه لي كارثه كبيره، لدرجه ان انا جالي حلول ان انا امشي باور بانك. فبصيت لنفسي انا لسه شاري موبايل من كام شهر، باور بانك ايه؟ الحركه الغريبه بقى اللي كانت بتحصل في اداء الموبايل وانا شغال، طول ما بطاريه الموبايل من 100% ل 30% الاداء حلو، كل حاجه مستقره والدنيا تمام، لكن تعالى بعد 30% احيانا بيحصل لاج كده غريب بعد برضه سنه من الاستخدام. لاج ايه يا جماعه؟ انا مش دافع رقم قليل في الموبايل ده، واللاج يا ريته بيحصل في الالعاب مثلا ان انا احمل له حاجه فوق طاقته، لا ده سكرول عادي. فوصلت لمرحله اسوأ كمان، ان الموبايل ال100% كلهم ما بيقعدوش معايا. انا خلاص الموبايل مش عايزه يقل عن 30% عشان الاداء يفضل معاه مستقر، فبالنسبه لي 30% هم 0%. حليت بقى كل المشاكل دي ازاي؟ ان انا استغنيت عنه. ما هو ما ملهاش حل، ده بطاريه واداء وحاجات غريبه ما فيهاش تدخل مني، لازم تستغنى عنه. ده اللي وصلني ان انا لازم اكون معايا فئه البرو. انا شخصيا ما ينفعش ادائي استخدم فيه الفئه العاديه، حجم شاشه كبير، بطاريه كبيره جدا بتقعد معاك حوالي 24 ساعه من غير ما تحط الموبايل في الشحن. بص انا مش بقارن لان ما فيش مقارنه، ما ينفعش حد يقارن فئه عاديه ببرو اصلا، بس الرساله اللي عايز اوصلها لك من الفيديو ده ان انت لو قدامك تشتري جيل احدث بس هتشتري الفئه العاديه وانت عارف ان امكانياتك او ادائك مش عايز فئه عاديه، عايز برو، لا ارجع بالجيل وهات فئه برو ماكس، عشان هترجع تندم وتقول يا ريتني ما عملت الخطوه دي خالص. انا قدامك حاولت ادي للفئه العاديه فرصه لكن فشلت. ادائك برو، روح للبرو حتى لو هتنزل جيل.